اللي الزمالك عمله في كل اللعيبه والمدربين على مر التاريخ، احمد سيد زيزو هيعمله فيه لوحده. يعني اللي كان بط بط، احمد سيد زيزو هيطفحوا لنا وز وز. كل اللعيبه وكل اللي حصل في نادي الزمالك الفتره اللي فاتت وطلعنا عينيهم، احمد سيد زيزو لوحده ممكن يقفل نادي الزمالك دلوقتي. ده احنا دخلنا في مرحله، يعني انت بقى انت كده عديت ليفل الوحش. انت بتتعامل مع احمد سيد زيزو لوحدك. كيان نادي الزمالك، اداره نادي الزمالك ومستشاريه وجمهوره بيتعاملوا مع احمد سيد زيزو بطوله. وبسم الله ما شاء الله عليه، الولا بسم الله ما شاء الله عليه، بيلعب جوه وبره، يعني بيلعب في الملعب وبره الملعب. كان جاي له عرض ب 5 مليون دولار وهو في نادي الزمالك، وقال لك لا احنا مش هنجدد له احمد زيد زيزو، سوري انا اسف، مش هنبيعه، احنا هنجدد له. ليه؟ عشان خاطر الجمهور ما يزعلش، وعشان ده اساس نادي الزمالك. احمد سيد زيزو اساس نادي الزمالك. قلنا لهم ماشي. جاء الموضوع بتاع العقد انتهى، قال لك احنا مش هنجدد لاحمد سيد زيزو. صحينا يوم الصبح في العيد، اول يوم العيد، صباح الخير، صلينا العيد كده ورايحين نجيب الحيوان ونذبحه. النادي الاهلي قال لك انا خدت احمد سيد زيزو ببلاش. فكون ان انا يكون لعيب عندي ب 5 مليون دولار وابيعه ببلاش للنادي الاهلي اللي هو المنافس الاول والاخير ليا، دي حاجه اصلا تخليني انا شكرا سبحان الله ما اخشش نادي الزمالك دي تاني لو انا في الاداره. لان اللعيب كده بسم الله ما شاء الله عليه. يعمل ايه بقى احمد سيد زيزو؟ انا رحت الاهلي وبعمل اسيستات وبص جلطهم، انا اهلهم، انا مروقهم. يعمل ايه بقى احمد سيد زيزو؟ قال لك انا ليا حوالي 80 مليون جنيه. يا عم الحاج الله يهديك بالله عليك، احنا عندنا 3 فترات قيد موقوفين وعلينا فلوس ومدربين، ولسه يانيك فيريرا طالع قايل لك انا هرفع قضيه وهرفع قضيه على ميدو وبتاع. فاحنا عندنا بلاوي سودا. احمد سيد زيزو قال لك لا انا ليا حوالي 80 مليون جنيه. فنادي الزمالك قال له لا انت مالكش. راحوا رايحين هما الاثنين للشؤون القانونيه واداره اللاعبين، يعني شؤون اللاعبين، قعدوا مع بعض كده يشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. الشؤون القانونيه قالت لك ان احمد سيد زيزو معاه ما يثبت حقيته بالمبلغ. يعني احمد زيد زيزو هياخد كل فلوسه من النادي ده، ممكن يحبس حسين لبيب فيه، يعني ده ممكن يحبسه، يعني ده ممكن بص يعمل لهم ضبط واحضار في الاسم. ما خلاص بقى، يعني الفيفا تعب زهق مننا. بدل ما هتبقى بقى هيقول لك وقف قيد اوقف قيد، انا عمال اوقف في القيد من يوم ما النادي اتفتح من 1911، عمال اوقف لك القيد. اعمل ايه تاني؟ اخد القيد منك خالص. المره دي ممكن يحبسك، يعني المره دي تقريبا احمد 80 مليون وانت عليك بتاع يعني الموضوع مش كبير، هو يعني حوالي بتاع 200 وحاجه مليون، حاجه كده يعني بالرواتب. خدت بالك؟ يعني شكرا سبحان الله كله في بعضه كده بتاع 400 يعني. ده غير بقى الصفقات اللي احنا هنجيبها، غير الناس اللي احنا لسه ما اكتشفناهاش ليها فلوس عند نادي الزمالك، ودول كتير قوي يعني. فاحنا يعني لا حول ولا قوه الا بالله. والله انا لو انا بقول لاحمد سيد زيزو والله العظيم من مكاني ده، يعني بعد اذنك يا احمد لو سمحت، انت بتتعامل مع نادي الزمالك مش مع جمهوره. اللي انت بتعمله في نادي الزمالك او اللي انت عملته وهتعمله في نادي الزمالك، احنا جمهور نادي الزمالك لا نتحمله. يعني حرام والله، يعني بعد اذنك لله. انت بتلعب في النادي الاهلي وعربيات وفلوس وربنا كرمك من واسع والحمد لله، وجوان واسيستات وربنا فاتحها عليك عشان خاطر ربنا. كده كده اللي قاعدين في الزمالك دول جبلات، مش فارق معاهم لانهم مش دافعين حاجه من جيبهم. والزمالك لو نزل مركز تاني مش هتفرق معاهم، هي بتفرق معانا احنا مع الجمهور. فبعد اذنك يعني لو انت في حال الله طلع حاجه لله منهم، يعني طلع حاجه لله منهم، نصهم ربعهم زق معانا الله يبارك لك، لحسن احنا جايبه جاز خالص. ملهاش علاقه بالكوره، الموضوع ملهاش علاقه بالكوره. احنا ما ينفعش نكسب منتخب الكويت الشقيق، يعني دول اخواتنا واحنا ما ينفعش نكسبهم. بيلعبوا 10 بيلعبوا 5، احنا يعني هم لو بيلعبوا 5 واحنا 14 برضه احنا مش هينفع. المنتخب الوحيد اللي احنا ما ينفعش نكسبه، معلش يعني. في حاجات مالهاش علاقه بكره القدم، دي حاجات تانية كده. انتوا الموضوع مش يعني الدينار ب 154 76 قرش، يعني ده يعني موضوع كبير. فاحنا ما ينفع. وعمرو السولية ده براحته، يعني ايه ضيع زي ما انت عايز ضيع. منتخب الكويت الشقيق ما ينفعش يعني ما ينفعش يخسر من منتخب مصر. احنا اصلا يعني ده كاس العرب واحنا العرب عند حكوا علينا الناس، مش هينفع والله ما هينفع. يعني بقول لك الدينار ب 154 يعني 76 قرش، 76 قرش اهم من يعني 100 يعني. خدت بالك؟ فدي اخواتنا في الكويت، واحنا يعني بنعتذر عن اي حاجه حصلت في الماتش لو حاجه حصلت. خدت بالك؟ فيعني الحمد لله انا جت على كده وعادي يعني. انت نقطه وانا نقطه، احسن مع يعني احسن ما حد فينا يكسب والتاني يزعل. يعني منتخب مصر لو كسب احنا هنزعل، يعني احنا لو كسبنا احنا هنزعل برضه، وانتوا لو كسبتوا احنا برضه يعني. خدت بالك؟ يعني هتلاقي ناس زعلانه. فالحمد لله يعني احنا الحمد لله ب 154 يعني 76 قرش، فما يعني تمام الحمد لله. سلام عليكم. طول ما انت حاطط نفسك مع الاهلي
وعامل نفسك راس براس وخانه بخانه مع النادي الاهلي، قسما بالله عمرك ما هتنفع ولا عمرك هتطلع خطوه واحده لقدام. هيفضل كل ما هيشوفك هيعورك، هيشوفك في دوري هيعورك، هيشوفك في كاس مصر هيعورك، زي ما شافك في افريقيا كده. الله اكبر الله اعظم والاذان اهو، ربنا شاهد على كلامي واللي انا بقوله ده. اقسم بالله طول ما انت حاطط نفسك مع النادي الاهلي عمرك ما هتطلع خطوه واحده لقدام، لانك ببساطه شايل كل حاجه من دماغك وحاطط النادي الاهلي بس، سايب كرامتك وسايب تاريخك وناديك، سايب كل حاجه. اخر 20 سنه اللي عمله النادي الاهلي في نادي الزمالك مفيش فرقه عملته في العالم، مفيش نادي في العالم عمل في نادي تاني اللي النادي الاهلي عمله في نادي الزمالك. مش عشان النادي الاهلي جامد، عشان رئيس مجلس اداره الزمالك او اداره الزمالك على مر اخر 20 سنه كلهم اغبياء، ما فيهمش واحد بس عاقل. عشان لو فيك واحد بس عاقل كان عرف فرق الامكانيات اللي بينك وبين النادي الاهلي وكان عمل حسابها، انما انت ما عملتش حسابها. انت كل سنه بتروح تجيب 5 6 صفقات ليه؟ عشان تغلب النادي الاهلي، عشان اخد الدوري من النادي الاهلي، عشان اخد الكاس من النادي الاهلي. طب الله ينور عليك، جبت ال5 6 صفقات، يلا بينا نلعب في الدوري. لعبت اول ماتش والتاني والتالت والرابع، عدى شهر عدى شهرين، عايز فلوس عشان تقبض الناس، مفيش فلوس، اللعيبه وقعت نفسيا، الاهلي راح جاي ماسكك مسح بكرامتك الارض زي ما بيحصل في كل مره. في كل مره ليه؟ لان انت رحت جبت 5 6 لعيبه انت ما معكش تديهم مرتبات اصلا، وجبت مدرب جديد بالشيء الفلاني مع نادي متكامل وجاهز مما جميعه. يعني لعيبه النادي الاهلي جاهزه واخده مرتباتها ومدرب جاهز وعلى اعلى من مستوى من الجاهزيه، وانت رحت جبت 5 6 لعيبه مشكلين وعملت لي فريق في اول الدوري زي كل سنه جه الاهلي غلبك. طب يا عم ماشي خلاص السنه خلصت، المفروض ابدا السنه الجديده بقى افكر. لا، ده انا ببدا السنه الجديده بمشي ال6 لعيبه اللي انا كنت جايبهم واجيب 6 لعيبه تاني، وابقى عليا ديون بتوع 6 لعيبه اللي مش اللي قبل كده، و6 لعيبه بتوع اللي لسه ماشيهم، وال6 7 لعيبه اللي انا لسه جايبهم، والثلاث ال7 8 مدربين اللي انا هجيبهم في السنتين 3. فانت بتلاقي نفسك كل موسم طالع انت عليك فلوس تتخطى 300 400 مليون جنيه. اداره نادي الزمالك الموجوده عليها مبلغ يتخطى 9 مليون دولار ديون للعيبه والمدربين والمساعدين مدربين ومش عارف لايه وبلاوي سودا. انت داخل في دوامه مش تطلع منها، فانت ما تعملش نفسك راس براس مع النادي الاهلي لان انت اصلا مش في مستواه. انت عندك اخبأ اداره عرفها التاريخ في الدنيا، كل سنه هي ناس حاطه الاهلي في دماغها انا عايز انزل اجيب لعيبه تغلب النادي ده. يا عم انا عايز اجيب لعيبه تلعب في الزمالك، انا عايز اجيب لعيبه تلعب في الزمالك، مش تلعب عشان تكسب الاهلي ولا تكسب الدوري. انا عايز لعيبه تلعب باسم نادي الزمالك، لعيبه تحافظ على شكلنا، لعيبه لما تيجي تتغلب ما تتهنش، ما يتمسحش بيها الارض. لعيب لما اجي اقول له معلش استحملني شهر يقول لي على راسي، مش هستحملني شهر الماتش اللي بعد منه يبقى مع الاهلي اتغلب او مع الجونه اتغلب. احنا لما كان المرتب بيتاخر على اللعيبه يومين 3 الماتش اللي بعد منه بنتغلبوا. انت عايز تحط راسك براس مع مين؟ ده واحد عنده 5 فروع، الميزانيه بتاعته بيقول لك داخله في 8 مليار جنيه، انت بتتكلم مع مين؟ فانت عشان تكسب النادي الاهلي وعشان تبقى بطل وعشان تبقى ذكر وعشان تبقى شبح وعشان ابقى اسد، انا لازم اشتغل على نفسي الاول، لازم انا ابقى عندي اداره صح، انا لازم يبقى عندي لعيبه كويسه ومش لعيبه غاليه. انا ما اروحش اجيب التوت فروت مش عارف ابو مين عشان اكسب النادي الاهلي واديله مبلغ قد كده وهو اصلا ما بيعرفش يلعب. واحد زي شيكو بانزا ده بيعمل كل حاجه في الكوره وبيجي جنب الجون يطلعها بره. انا استفدت بيه ايه؟ وكنت معدولي على الدكه، سيف الجزيري كنت معدولي على الدكه، خوان بزيره مش عارف كان فين. كل لعيب بتجيبه انت يا بترميه على الدكه يا بتمشيه وبتدمره وبتدمرني، عشان انت اداره غبيه متخلفه، هم اداره ناجحه. انت لو عايز تبقى راس براس مع النادي الاهلي وعايز تبقى راجل جدع وعايز تقول له انا اهو، اعمل زي ما بيعمل، نقي اللعيبه الصح، تعرف تاخد منهم لعيب زي احمد سيد زيزو كده فري وياخد عليه فلوس. ما هو زيزو ليه عند الزمالك 70 مليون، هم خدوا زيزو وهياخد هو 70 مليون كمان وهو ماشي، يعني مش 700 جنيه مش 700,000 جنيه يقلبوا حياة واحد زي حالاتي مثلا. ده لو 70,000 مش 700,000، هو هياخد 70 مليون من نادي الزمالك، 70 مليون من نادي الزمالك، 70 مليون هياخدهم غير ان هو راح فري. وبتكلمنا على الاداره بتقول لي انا ناجح، ده انت افشل اداره في التاريخ.